بدات لوريجين نتاع الديابوليزاسيون هذه بعد اغتيال شكري بالعيد. فما معلومه انا اشرت لها ونزيد ناكدها وباش نعطي عليها اضافه اخرى، انه ثابت في التحقيق العدلي فيما يخص اغتيال شكري بالعيد انه ابو عياض اللي تو يصوروه معنا على اساس انه زعيم هلا التيار المتشدد كذا، التيار المتشدد على حد كلام سي علي العريض، اتصل بشكري بالعيد نهار 3 فيفري وحذروا من مخطط يستهدف اغتياله. هذا بشهاده. استنى، هذه معلومه مهمه على الاخر، وكل ما تتعدى هنا بيرسو ما فهمتش علاش. اكزاكتومون. معناتها ابو عياض كلم شكري بالعيد نهار 3 فيفري قبل ما يموت بنهارين وشويه، قالوا رد بالك هناك مخطط لاغتيالك. بالضبط. والمعلومه هذه ثابته وفق الليستينغ تليفونيك نتاع شكري بالعيد، وثابته وفق شهادات لونتوراج انتيم نتاع شكري اخبرهم بالموضوع هذا، وثابته وفق لونتوراج انتيم سيتادير لونتوراج انتيم صحابه زوجته فوالا، وثابته وفق مقربين. انا خاطر اتصلت بالناطق الرسمي باسم انصار الشريعه بعد ما وصلتني المعلومه هذه، وثابت ايضا وفق مقربين من ابو عياض وقتها انه افكتيفمون اتصل بشكري بالعيد ونبهوا الموضوع. دونك ابو عياض اذا نستنتج فاق انه فما شكون باش يقتل شكري ولا ثقه في السلفيين. جوستومون هذا الديدكسيون اللوجيك. لكن من بعد شنو صار؟ جوست بعد اغتيال شكري بالعيد وقتها بدات ديابوليزاسيون نتاع التيار هذايا الكل. ولينا نسمع بتيار متشدد، بدات احداث الشعامبي، وثم تسلسل نتاع احداث. انا قراءتي خويا نوفل نظن انه ليتا دي ليو في تونس، واقع الحال عندنا في تونس ماهوش بمعزل على السين انترناسيونال. بعد تفجيرات نتاع بوسطن وبعد تفجير السفاره الامريكيه في ليبيا، نظن انه الاداره الامريكيه، وهذا دايور زاد هذا الكلام هذا حكيت فيه مع متخصصين في الانترناشونال كرايز جروب، متخصصين ويعملوا في ابحاث في تونس على الموضوع. الاداره الامريكيه كي لقات روحها انه الطش مازال واصلها معناها في امريكا، ابارامون تبدلت الاراده من ديراديكاليزاسيون نتاع تيار معين للرجوع لاستئصاله. هوني انا قراءتي في الاحداث انه فما اراده سياسيه حاليا قاعده تطبق امنيا، وشفنا معناها ملتقى القروان هذا معناها وصلنا صادرنا حق اساسي وحريه اساسيه اللي هي حريه التنقل في ظل معناها انديفيرونس توتال من عند العباد. جوستومون اكثر من هكا لمت شويه انا اراء رجال السياسه والحقوق الانسان قبل تظاهر مظاهره 9 افريل 2012 وقبل مظاهره انصار الشريعه. دونك برشا باش ما نخاف كل حزب يقول انا مستهدفني انا، مي برشا في احزاب يقول لك قبل 9 افريل وحق التظاهر ومش لازم رخصه، والرخصه اعتداء على حقوق الانسان وغيره، وقبل مظاهره انصار الشريعه كيف من غير رخصه ويلزمهم رخصه سينو معناتها حقوق الانسان معناتها تقريبا ابار سي عبد الستار موسى اللي قال قانون الارهاب ما يلزموش يتفعل معناتها كاين طحنا في سكيزوفريني معناها في انفصام شخصيه كبير ياسر في تونس. ونذكر انا حتى بمقوله من عند واحد من الاباء المؤسسين للولايات المتحده الامريكيه بنجامين فرانكلين، يقول انه الشعب اللي يرضى انه يصادر جزء من حريته ولا من الحريه مقابل طرف امن لا يستحق لا الحريه ولا الامن، ومصيره انه يخسر الزوز. هذايا توا مالوريزمون معناها ينطبق على ليتا دي ليو في تونس. سامحني توا كي انا ابو عياض كلم شكري بالعيد شيطنه السلفيين، ايش معناتها؟ معناتها اللي في شعامبي توا انا سؤال نساله معناتها ويقولوه فما برشا من السلفيين يحبوا يوصلوا المعلومه هذه، اللي ساقيهم تقصد في شعامبي والاعوان الامن واللي صار تمثيليه. هوني نقاط استفهام كبيره ياسر تتوجه للحكومه. انا ماذا بيا وزاره الداخليه في ظل الشفافيه الكامله تطلعنا على شكون هم الارهابيين نتاع الشعامبي، شكون اللي حط الالغام، اعطيونا بالتفصيل، اعطيونا مثلا الاستعلام الفني نتاعكم لفين وصل، الاستعلام البشري لفين وصل، واعطيونا خيوط اللي صار بالضبط. واللي تشدوا قالوا شديناهم، ايش قالوا في التحقيق؟ جوستومون
هذا ما صارش. فما انعدام شفافيه كبير ياسر، يطرح نقاط استفهام ويحط فرضيه انه فما مسرحيه، سورتو كي نشوفوا معناها من الجانب الجزائري ماهوش خافي ان معناها في تونس قاعدين جيراننا يخزروا لنا بريبه وفما انتراكسيون بوسيبل تصير، فما اكثر من 6000 جندي جزائري على الحدود. هذا معناتها ما يدلش انها تمثيليه ولا؟ احتمال خايفين بالحق زي احتمال انه يكون في اطار تمثيليه، ما دام فما انعدام شفافيه من الجهه الرسميه في تونس احتمال انه يكون. انت قلت قضيه شكري بالعيد معناتها في ليبيا جماعه وفما فيديو مصوره لشكري بالعيد كيف مات، معناتها صحيحه ولا مش صحيحه؟ اي هذايا من ضمن برشا معطيات موجوده، من ضمنها انه ساعه فما شك في السيناريو اللي تقدم، فما شك كبير ياسر في الريكونستيتيوشن دو كريم كيما صار بمعطيات يعني موثقه. ونزيد ناكد حاجه اخرى، وفق المعطيات الموجوده توا كل نستخلص انه اغتيال شكري بالعيد كان جريمه دوله، وينجم يكون حتى جريمه دول بالمشاركه السلبيه ولا بالمشاركه الايجابيه، خاطر الدوله تعلم انه باش تتم الجريمه وما تقومش بالاجراءات الكل اللازمه باش تمنع الجريمه هذيك، عندي انا مشاركه. لكن الثابت حتى لتو انه جريمه اغتيال شكري بالعيد جريمه دوله في تونس، يعني من ناحيه مشاركه هياكل في وسط الدوله. وذي فهموها المنتسبين للتيار السلفي اللي مستهدفهم لا هي الماسونيه ولا كمال طيف ولا بني علمان ولا غيره، اللي مستهدفكم هي حكومه النهضه الاسلاميه جده. كتب لكم ان تدفعوا على ايدي حركه النهضه ضريبه تفجيرات بوسطن وتفجير سفاره امريكيه في ليبيا ورجوع الاداره الامريكيه للنهج الاستئصالي. دونك السلفيين مثلا حتى كي يقولوا معناتها علاقتهم بالنهضه اليوم كيفاش؟ نحب نعرف. علاقتهم بالنهضة يعني علاقة الجلاد بالضحية، معناها هذا ما عادش تمثيلية حسب ما نشوف توا حاليا. فما ديتاشمون معناها من ناحية حركة النهضة ومن ناحية السلفيين. فما بعض الأشخاص اللي يقدموا رواحهم في وسط حركة النهضة، اللي يقدموا رواحهم على أساس وسطاء، وحسب رايي انا معناها هذا ما يخرجش من اطار لعبه البون والموفي فليك، معناها لعبه معناتها اللي صار مع انصار الشريعه لا علاقه له بترخيص. بالضبط، اللي صار حسب رايي وحسب تسلسل الاحداث اللي صار مع انصار الشريعه وفق اراده سياسيه تتجاوز حتى حكومه النهضه. اخر خبر كتبت انه اوامر خارجيه معناتها وارد انه اوامر خارجيه. عبد الرؤوف العيدي قال زاد قال معناتها اجندات خارجيه. ما فماش شكون قال لي حتى كان طلبوا رخصه للمؤتمر ما كانش معناتها كانت المواجهه باش تصير. وارد. بالنسبه